جيدا. طيب هنالك من يتحدث سيد صبحي عن أيادي خارجية وتحديدا من بعض الدول العربية التي تخاف من الربيع العربي. لا، على وجه التحديد دولة الإمارات. نعم. على خلفان لا يخفي رأيه، وأحمد شفيق قاعد هناك، والتمويل بيجي من هناك وغيرها كثير، لكن الدور الواضح. ولا قناة طبعا هنا معروفة، الناس مسمينها العبرية، ففي قناة وفي دولة وفي قائد شرطة وفي متهم هارب سرق أموال مصر ونصب على المصريين وقاعد هناك. طبعا في هناك أيادي خفية، لكن الأمر الذي يشعرني بالطمأنينة أن كل هذه الخفايا بدأت الآن تنفجر على السطح، والشعب المصري شعب ناصح وواعي وقادر على الإدراك وذكي، ولا يستطيع أن يخدعه أحد، وإن خدعه مرة فلن يستطيع أن يخدعه كل مرة. يعني الاتهام هو للإمارات كنظام أم لبعض الذين يستغلون نفوذهم في الإمارات؟ أنا لا أتهم. سيد الفاضل وزير خارجية الإمارات وقف هاجم الإخوان وشتم الإخوان في مؤتمر صحفي، وأنتم تعلمون هذا، وخلفان لا يكف عن الكلام، وشفيق قاعد هناك، وكل من أراد أن يرتب أمرا ذهب إلى هناك ويجتمع معهم هناك. أنا لا هل ينكر أحد أن أحمد شفيق بيعمل عمرة في الإمارات؟ أحمد شفيق سافر من القرع لأنه بيعمل عمرة وذهب إلى الإمارات، لكن أنت عارف الإمارات ليس فيها الكعبة، فهو يبحث عن الكعبة، عندما يجدها في الإمارات هيطوف ويجي إن شاء الله. وخلفان لا يكف عن الكلام، ووزير خارجية الإمارات أعلن تصريح هاجم الإخوان فيه هجوم شرس. أنا لا أتكلم عن وقائع استنتاجية، أنا أتكلم عن مؤتمرات صحفية. يعني هنالك من يقول أن الرئاسة كان بإمكانها تجنيب البلاد هذا الأمر لو أنها جمعت أولئك الناس وأقنعتهم بهذه الخطوات ثم جزأت المسألة. بمعنى آخر هنالك أولويات، مسألة الشهداء، مسألة النائب العام، مسألة كذا، لو فرضت هذه أولا ثم أجلت النقاط الأخرى لما بعدها بأيام على الأقل، كان يكون الأمر بالتدريج، يكون مسألة إقناع، مسألة حوار، يعني دون هذه الطريقة الصادمة كما قال البعض. هذا الكلام الذي تقوله حضرتك كلام صحيح وكلام عاقل وكلام سياسي، لكن الخلاف يا سيدي ليس خلافا سياسيا، ده خلاف فصيل. بيقول أنا بكرهكم. الكره دي مسائل وجدانية، والوجدان لا يعالج بالحوار. ماذا عساك أن تفعل لحاقد، وما عساك أن تفعل لكاره، وما عساك أن تفعل لمناور. ليست هناك قضايا سياسية مطروحة لأخذ ورد. هؤلاء لم يتفقوا على شيء، هؤلاء طعنوا على التأسيسية الأولى وقالوا بالوفاق والاتفاق والتوافق، وانعقد جلسة اتفاق في المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإشراف رئيس الأركان آنذاك الفريق سامي عنان، وتم التوافق على نسب ومحطة للتأسيسية في محضر مكتوب وتوقع عليه من الجميع. فدخلوا التأسيسية بناء على طلبهم، في أول أسبوع قالوا منسحبين ولم يتقدموا باستقالاتهم، وظلوا هنالك لا يدخلون ولا يستقيلون. فلما وجدوا أن التأسيسية أوشكت على الانتهاء قالوا عايزين نرجع، يعني قالوا عايزين ندخل، دخلناهم، قالوا مش جايين فسبناهم، قالوا عايزين نرجع فرجعناهم. اول ما رجعوا قالوا الدستور بيتسلق، الرئيس اداهم مده شهرين، قاموا راجعين قالوا لا ما احناش حاضرين، وبعدين قالوا منسحبين ولم يتقدم واحد منهم باستقاله حتى الان. ما تقييمك لهذا المشهد؟ هل هذا المشهد يعالج بحوار؟ يعني الاخير انتم ابناء مصر وادرى بها، لكن الناس تنظر بحرقه لما يجري في مصر وتحب لمصر أن تبقى دائما يعني مستقرة متقدمة منجزة تحقق أهداف ثورتها. بالتأكيد 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 كلنا حريصين على مصر، بالتأكيد مصر أولا، بالتأكيد الشعب المصري لا يقبل هذا الكلام، بالتأكيد لا أحد يوافق على هذا التخريب الذي يحدث الآن، ولذلك أنا مطمئن للمستقبل لأن الشعب يميز كما قلت لحضرتك من قبل. إن شاء الله سنذهب إلى استفتاء خلال أسبوعين أو 3، وفي هذا الاستفتاء سيقول الشعب كلمته، ومن يخالف إرادة الشعب لا يستحق أن ينتمي إليه ولا أن يحمل جنسيته. سيد صبحي صالح القيادي في حزب الحرية والعدالة، كنت معنا من القاهرة ومن الإسكندرية، شكرا جزيلا لك. شكرا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا انتهى الوقت المخصص لهذه الحلقة، على أمل أن نلقاكم غدا بنفس الموعد. هذه أطيب التحيات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
والأنفس والثمرات. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم